قوات الجيش الثاني 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 الميداني 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 شنت حملات مكثفة وخاصة 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 بعدما تم إطلاق 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 نار كثيف على قسم شرطة الضواحي بمنطقة حي الضواحي عن طريق ملثمين كانوا يستخدمون دراجات بخارية هناك. بالفعل شهدت الحملات الأمنية في بورسعيد يعني عدد من الدورات في مناطق متفرقة في المدينة، وخاصة حول دور العبادة والكنائس لبث الوعي لدى الخدمات المعينة نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد في هذه الأيام. وقال لنا اللواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد أن الخدمات الأمنية والمرورية في بورسعيد يتم توزيعها بشكل يومي ومتابعتها على مدار الساعة. وأيضا كمال يعني أود أن أقول أن صباح أمس الأول تم القبض على 7 من قيادات الإخوان المسلمين في بورسعيد، من بينهم المهندس محمد زكريا أمين حزب الحرية والعدالة ببورسعيد، والمهندس جمال هيبة عضو مجلس الشورى السابق، بالإضافة إلى 5 آخرين وهم محمد ندى وإسماعيل خليل وسامح منصور ومحمد إبراهيم ووائل عدل. هذا في حملة أمنية للقبض على قيادات الحرية والعدالة والإخوان المسلمين في بورسعيد. وأشار مدير الأمن إلى أن الحملات الأمنية مستمرة في ملاحقة من تم تحديدهم من قبل النيابة العامة، وقال أن الداخلية نفذت تعليمات وقرارات النيابة العامة، هذا على حد وصف مدير الأمن. على الجانب الآخر كمال وفي تصريح خاص لنا من ناحية قناة السويس والمجرى الملاحي لقناة السويس، قال لنا في تصريح خاص اللواء أحمد نجيب شرف رئيس هيئة موانئ بورسعيد أن موانئ بورسعيد وشرق التفريعة والعريش تعمل بكامل طاقتها بشكل طبيعي ولم تتأثر بالأحداث التي تجري على أرض مصر الآن عقب صد اعتصام مي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة. وقال شرف أيضا أن ميناء بورسعيد الشرقي استقبل صباح أمس السفينة ميرسيك أسيور والتي تعد من أكبر سفن الحاويات في العالم ومن الجيل الحديث، قادمة من إيطاليا ومتجهة إلى ميناء صلالة، يبلغ طولها 666 مترا وعرضها 54 مترا بغاطس 14.5 متر، وحملتها الكلية 14,000 طن. وأشار إلى أن الميناء الغربي استقبل 7 سفن منها 4 للحاويات و3 سفن للبضائع العامة، في الوقت الذي استقبل فيه ميناء شرق بورسعيد غير السفينة الأم الكبيرة التي تحدثنا عنها 6 سفن لحاويات الترانزيت، مشيرا إلى أن عمليات التداول تتم وفقا للمعدلات الطبيعية على مدار اليوم. وهذا يعتبر كمان المرة الأولى التي يستقبل فيها ميناء شرق بورسعيد هذه السفينة. على الجانب الآخر أيضا يعني يتجمع العشرات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام المكان الذي اعتادوا أن يتجمعوا فيه في بورسعيد. تجمعوا مساء ساعات بصلاة العشاء لفترة محدودة وأقاموا يعني وقفة احتجاجية ثم انتهت. محافظ بورسعيد بصلاة العشاء يعني احنا بنتكلم في وقت حظر التجوال. نعم، بورسعيد ليس من المحافظات التي يطبق عليها حظر التجوال كمان. نعم. طيب بخصوص يعني الخبر اللي انت قلته لي زميلنا احمد الجمال من بورسعيد، يعني عبور السفينه ميرسك وهي من اكبر سفن الحاويات
عبرت بالامس في قناه السويس. يعني ده نوعا ما بيشعرنا بحاله من الطمانينه، او بيشعر الغرب او من يتعاملون مع قناه السويس بالطمانينه والامان، والا لما كانوا سيعبرون من هذا المجرى الملاحي. بالتاكيد بينسب الفضل الى الجيش الثاني الميداني في محافظات بورسعيد والاسماعيليه، وايضا الجيش الثالث الميداني في محافظه السويس. ولكن يعني خليني اتكلم على واسالك على التامين بصفه عامه شرق المجرى، ولان محافظه بورسعيد زي ما حضراتكم عارفين لها ظهير صحراوي في سيناء. تامين هذه المنطقه ايه يا احمد؟ نعم كمال، يعني اود ان اقول كمال ان على مدار الفترات الماضيه كاملة، يعني منذ ثورة 25 يناير 2011 والقوات البحرية مع قوات الجيش الثاني الميداني، هذا بالنسبة لشمال المجرى الملاحي لقناة السويس، وبالنسبة لجنوب المجرى الملاحي لقناة السويس تشترك مع القوات البحرية قوات التأمين بالجيش الثالث الميداني، ويتم اتخاذ إجراءات حاسمة وإجراءات تأمينية حاسمة على المجرى الملاحي لقناة السويس، بداية من الأرصفة التي تتراكع عليها السفن، سواء كانت على في تابعة لإدارة ميناء بورسعيد أو تابعة لمصلحة الجمارك، هذا في بورسعيد والسويس. أما الإسماعيلية ليس هناك منطقة جمركية، ولكن قوات التأمين على شريط المجرى الملاحي لقناة السويس تقوم بعملها على مدار 24 ساعة بشكل حاسم، ما أدى إلى كل التصريحات التي أدلى بها الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس لم تتأثر بالمرة بأي أحداث على الأرض خارج المجرى الملاحي لقناة السويس. وقال أيضا في تصريح خاص الفريق مميش منذ مساء أول أمس أن عمليات العبور في قناة السويس سواء الشمالية أو الجنوبية وفقا للقوافل التي تمر وتعبر قناة السويس هي معدلات طبيعية جدا ولم تتأثر بالمرة. الأمور تسير في المجرى الملاحي لقناة السويس بشكل طبيعي، تستقبل التفريعة الشرقية السفن وتخرج من قافلة الشمال بشكل طبيعي وقافلة الجنوب بشكل طبيعي أيضا، كما أن ميناء بورسعيد الغربي والشرقي يستقبلان السفن سواء كانت سفن للحاويات أو من البضائع العامة أو سفن الترانزيت. يستقبلهما ميناء بورسعيد الشرقي والغربي وميناء العريش التابع لهيئة موانئ بورسعيد بشكل طبيعي، والمعدلات الطبيعية تسير في مجراها اليومي كما قال لنا اللواء أحمد نجيب شرف. وقال لنا أيضا أن نظام العمل هناك بالنسبة للأعمال الإدارية قرر اللواء أحمد نجيب شرف أن يقوم به عمال الورديات حتى لا ينقطع للحظة واحدة. نعم زميلنا أحمد، يعني ده بالنسبة للجزء الشرقي شرق مدينة بورسعيد أو شرق محافظة بورسعيد. بالنسبة للجزء الغربي أيضا محافظة بورسعيد لها وضع استراتيجي وخاص نوعا ما جغرافيا بتطل على بحيرة المنزلة. الوضع إيه في هذه المنطقة؟ كمال، يعني الفترات الأخيرة طبعا يعني على مدار العامين الماضيين يعني بورسعيد لاقت أحداثا مريرة على مدار الأيام والأشهر الماضية، وخاصة من المنطقة التي تصل بورسعيد بمنطقة الدقهلية وبحيرة المنزلة. يعني كان في توتر احنا بنشوفه في هذه المنطقة، وتهريب للسولار وتهريب للمواد الغذائية من هذه المنطقة للخارج، أيضا توتر وانتشار السلاح. يعني كان في حملات أمنية كثيفة شاهدناها في العامين الماضيين لضبط الأمن في هذه المنطقة. بالفعل كمال كما قلت، وتعتبر الحملة الأمنية الأخيرة هي التي كان قد قام بها يعني تحت ولاية اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، ويعني كانت حملة يعني إلى حد ما كانت مثمرة. الأهالي يطالبون بمزيد من الحملات خاصة في هذه المنطقة التي تعد بؤرة للخارجين عن القانون. الأهالي تطالب بالفعل بتكثيف الحملات أو عودة الحملات الأمنية لهذه المنطقة، لأن يعني لا نستطيع أن نقول بالقضاء تماما على كل الخارجين عن القانون، ولكن بإحكام السيطرة على هذه المنطقة خاصة في بحيرة المنزلة، بإحكام السيطرة عليها ستقل عمليات
العمليات الخارجة عن القانون، ويعني على الأقل يشعر الخارجون عن القانون أن هناك عمليات ردع وهناك عمليات متابعة. هناك أيضا كمال سور يعني سوف يتم استكماله بتكلفة 12 مليون جنيه، يفصل بين الحدود ما بين بورسعيد وبين المنفذ الجمركي، يعني المنطقة الواقعة خارج المنفذ الجمركي الغربي لبورسعيد. سوف يتم استكمال عمل سور وهو يسمى سور الحراسات بتكلفة تبلغ 12 مليون جنيه. ده من ايام المحافظ السابق اللواء احمد عبد الله، يعني يكاد يكون 75% منه قد انتهى. سيحد هذا السور من عمليات التهريب الكبيرة التي كانت تتم بين بورسعيد وخارج بورسعيد من المحافظات الأخرى. أيضا هناك مطالبات كمال، يعني ليس كما قلت في تهريب السولار من الناحية الغربية من بورسعيد من ناحية منفذ الغرب، ولكن أيضا من ناحية ميناء الصيد شرق بورسعيد. هناك أيضا مطالبات متعددة خاصة من نقابة الصيادين ومجموعة الصيادين الذين يعملون في ميناء الصيد في بورسعيد، الذين يؤثر عليهم بالفعل وبشكل مباشر عمليات تهريب السولار لدرجة تراكم بعض مراكب الصيد. بسبب ذلك هم أيضا يطالبون بتكثيف العمليات الأمنية تجاه ما أسموهم وما أطلقوا عليهم مافيا تهريب السولار سواء من الشرق أو الغرب. ويعني بهذه الأمور من الممكن أن تعود لبورسعيد، بالإضافة إلى فتح بعض الملفات الساخنة التي كانت يعني قبل الأحداث. الأهالي في بورسعيد والتجمعات الشبابية في بورسعيد تطالب القيادة التنفيذية بفتحها. لابد يعني خاصة يعني بعد هذه الأحداث لابد من التفرغ لفتح هذه الملفات، لأن بورسعيد أمامها مجموعة من الملفات الساخنة التي لابد من فتحها حتى تعود. احنا بنتمنى ان يسود الامن والاستقرار محافظة بورسعيد وايضا كل ارجاء الشارع المصري بمشيئة الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا احمد الجمال من بورسعيد. معنا خبر عاجل.